السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حذرنا قبل كده يا جماعة من موضوع ان البطارية بتنفخ الشاشة وممكن تؤدي للشاشة تتكسر بتاعتك. ناس كتير جدا مش بتبقى واخدة بالها من الموضوع ده عشان بيبقى الموبايل في الجراب. النهارده معانا ايفون 13، هوريكم دلوقتي الجهاز كان العميل جاي عاوز يغير له بطارية عشان الجهاز بيرستر واقف على اللوجو. بفتح الجهاز من الجراب بقول له ايه ده؟ الشاشة مرفوعة كانت هتتكسر، انت ما خدتش بالك؟ قال لي لا والله ما شلتوش من الجراب وما خدتش بالي. ده الجهاز اهو، انا لسه ما فكتوش، يا دوبك بس شلت المسمارين ولسه ما فكتوش. بصوا الجهاز عامل ازاي. خلاص الشاشه على وشك اللي هي تتكسر. يعني طبعا الايفون 13 ده معروف بالموضوع بتاع البطاريه وبمشاكل البطاريه، ولكن اي جهاز بطاريته بدات تنزل معاك من تحت مثلا ال 78% لازم تاخد بالك من الجهاز وتتابع ان البطاريه كل شويه وتشوف الجهاز هل شاشته اتنفخت او اترفعت من الجهاز ولا لا، عشان خاطر الموضوع ده خطير جدا. بدل ما هتغير ساعتها بطاريه هتغير شاشه وبطاريه، لا قدر الله لو الشاشه اتكسرت. فخلي بالكم من الموضوع ده. هنغير البطاريه ونوريكم الجهاز. طبعا البطاريه بتاعته كانت مرفوعه قبل كده واخده فلات جي سي عشان خاطر تبان اللي هي البطاريه مرفوعه ومش متغيره، لان معروف ان الفلاته دي بتعمل اضرار كتير جدا، وفي نفس الوقت بتلغي الرساله بتاعت ان البطاريه متغيره قبل كده، ولكن دي اضرارها بقى. البطاريه تتنفخ يجيب 0% وما يبقاش عاوز يشحن، جهاز يراستر يقف على اللوجو، الكلام ده كله. المهم الحمد لله البورده مش تجميع، يعني ما اتعملش فيها صيانه قبل كده. الجهاز عموما شاشته الاوريجينال مفيش فيها مشاكل، الجهاز حالته كويسه جدا. الفكره بس كلها في البطاريه اللي هي واخده فلات الجي سي. احنا هنغير بطاريه اصليه من غير ما يبقى محطوط لها فلات الجي سي خالص. غيرنا البطاريه ببطاريه اصليه والجهاز الحمد لله اشتغل. هو كان العيب بتاعه بطاريه، طبعا عارفين كلنا السبب، دي البطاريه الاصليه. طبعا السبب في الموضوع ده هي البطاريات اللي بتبقى مرفوع نسبتها بالفلاته بتاعت الجي سي. ايه دي الفلاته. البطاريه بتيجي كده، المفروض البطاريه تيجي كده تركب كده، هتظهر بقى رساله، مش هتظهر رساله، المفروض كده. انما ده خطر، الفلاته دي خطر، قلنا وحذرنا كتير جدا، دي خطر جدا جدا جدا. بس الناس برضو مش بتسمع الكلام، وفي الاخر بعد شهر 2 3 بيضطروا يغيروا البطاريه ويشيلوها في الاخر. الجهاز الحمد لله شغال اهو. انا نجربه مع بعض كده على الشاحن ونشوفه، لان هو برضه ما كانش بيشحن. الحمد لله هو الجهاز بقى بيشحن. طبعا انا لسه العميل هيجي دلوقتي وهيدينا الباسورد عشان اوريكم نسبتها في الاعدادات بقت كام. قفلنا الجهاز وسلمناه للعميل، ولكن انا عاوز اقول لك نصيحه مهمه جدا. 3/4 الناس بتبقى مش فاهماها ومش مدركه اللي ده بيبقى مشكله وخطر على الجهاز، ولكن برضو بيعملوا كده. حضرتك لما تيجي تغير بطاريه ما تحاولش تعمل زي الناس وتبقى عاوز تغير البطاريه وتركب ليها فلاتة الجي سي اللي هي دي، علشان خاطر تبقى ما يجيبش معاك رساله في الاعدادات اللي هي قطعه غير معروفه. صدقني ده بيسبب مشاكل كتير جدا، وانا وضحت كده في اكتر من فيديو. لما حضرتك البطاريه هتجيلي منفوخه وتبقى نسبتها 90% و92%، وكمان تلاقي الجهاز بيراستر، تلاقي الجهاز فيه مشكله، كل ده بسبب الفلاته اللي هي خاصه بتاعه الجي سي. الفلاته اللي هي الجي سي دي بيبقى فيها هنا كده اي سي، الاي سي ده بيخلي الشحن اللي هو الجهاز بياخده بيبقى من الكهرباء مش مظبوط، وبيدخله على البطاريه بطريقه غلط، فتلاقي البطاريه اتنفخت وهي لسه نسبتها عاليه. وكمان ممكن يحصل مشاكل مره واحده بدون مبالغه، تلاقي ان الجهاز في الاعدادات نسبه البطاريه بقت 0، وتلاقي ظهرت رساله اللي هي متغيره. او لما تيجي تعمل تحديث للاي او اس مره واحده تلاقي ظهرت لك رساله في الاعدادات ان البطاريه دي متغيره مع ان هي نسبتها عاليه. ده بسبب الفلاته دي. مشاكلها كتير جدا، تخلي الجهاز يراستر، يقف على لوجو ابل، تخلي الجهاز يجيب 0% وما يشحنش، ومهما انت حاطه في الشاحن ما يحسش بالشاحن. كل ده من المشاكل دي. حضرتك غير البطاريه بشكل طبيعي
البطاريه بتيجي كده بالفلاتة بتاعتها، غيرها بشكل طبيعي. سواء هي بطاريه اصليه خلع، هتجيب لك رساله في الاعدادات اللي هي خلع من ابل ومستعمله من اول الايفون 12 لحد فيما فوق. سواء هي بطاريه اصليه جديده عاديه، وهتجيب لك رساله اللي هي متغيره. ده شيء طبيعي وشيء عادي دلوقتي، ولكن تبقى بطاريه اصليه، هي دي اهم ما في الموضوع.